السلام عليكم. النهارده جايين نجيب لك من الاخر فيه حامل التوابل السهل والبسيط ده. الحامل ده متين جدا عشان هو مصنوع من بواقي الخشب وفي نفس الوقت تكلفته قليله. تعالوا نشوف بيتعمل ازاي. طبعا زي ما انتم عارفين ان كل البرودكتس اللي بنعملها تقدروا تعملوها بنفسكم في البيت او تقدروا تعملوا منها خط انتاج وتكسبوا فيها. يلا بينا نشوف هيتعمل ازاي مع باشمهندس ادهم وهنجيب لك من الاخر. يلا بينا. ويلا بينا. اول خطوه بنعملها في اي منتج ان احنا بنعمل التصميم، وده زي ما اتفقنا بنعمله على برنامج الاوتوكاد. اول حاجه بنعمل الرفوف عباره عن رفين. دلوقتي بنعمل اللسان بتاع التعشيق، وبنعمل ميرور، وبعدين هنعمل ميرور للجنب التاني وبناخد منه كوبي. نبدأ نعمل الأجناب، وهو عبارة عن جنبين وهيكونوا بالشكل المايل اللي انتوا شايفينه من فوق ده. بنعمل اللسان بتاع التعشيق في الجنب، ونعمل فتحات التعشيق، ودي اللي هيدخل فيها اللسان بتاع الرفوف. وبعدين هنكرره للرف اللي فوق تاني، نعمل له ميرور، نعمل لسان التعشيق بتاع قطعتين الخشب اللي هيترصص عليهم السقف بتاع حامل التوابل. ده كده يعتبر كأنه زي جدار او حاجز للرفوف اللي تحت. هيتعمل جزء من قدام وجزء من ورا، وده للرف اللي فوق بنعمل له برضو زي سور عشان البرطمانات بتاعت التوابل ما تقعش. وده الجزء اللي فوق بقى، دي قطعتين الخشب اللي هيترصص عليهم السطح بتاع حامل التوابل، واعمل منها كوبي. فاضل بقى ان انا اعمل القطع اللي هتترصص على السقف، مجموعه من القطع المستطيله بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعدين هنروح نقطع الشكل بتاعنا على مكنه ليزر ونرجع نكمل مع بعض. دلوقتي بعد ما قطعنا الخشب هنبدا نتعرف على القطع بتاعتنا. عندنا اول حاجه الجنبين فيهم فتحات التعشيق والرفين، ودي القطعه اللي بتحجز على البرطمانات عشان ما تتزحلقش وما تقعش من حامل التوابل بتاعنا من على الرفوف، يعني بتقفل على الرفوف. ودي بقى البلاطات المستطيله اللي بنقفل بيها السقف. هنا فتحات التعشيق اللي الرفوف بتركب فيها. زي ما احنا شايفين اللسان بيدخل في اماكن التعشيق بتاعته. واللسانين بتوع كل رف بيركبوا في فتحتين التعشيق. بنبدأ بقى بالسوبر جلو على الحروف، بنلزق عشان نجمع الشكل بتاعنا. شوية نقط ونبدأ نركب أول رف ونثبت كويس. وبعدين بمثلث قائم تبدأ انك تظبط الزاوية القايمة بتاعتك عشان التركيب يكون مظبوط، ونفس الكلام للرف التاني. نبدأ بقى بشوية سوبر جلو، بنجمع ونقفل الجنب التاني على الشكل بتاعنا ونثبته مع الرفين، وبرده بنأمن على الزاوية القايمة. بنأمن هنا بالسوبر جلو من تحت كويس عشان نضمن ان السوبر جلو وصل لكل النقط وان التثبيت قوي ومتين. وبعدين بقطعة قماش بنبدأ نمسح الزيادة اللي موجودة في السوبر جلو. بنقفل بقى القطعتين اللي موجودين على السطح اللي بيترصص عليهم البلاطات، وبنركب قطعتين الخشب بالعرض، ودول بيمسكوا كمان الجنبين كويس جدا مع بعض. نركب بقى السور بتاع كل رف عشان البرطمانات ما تتزحلقش من على الرفوف بنفس الطريقة للرف التاني. والعملية دي بنكررها في الجزء الأمامي والجزء اللي ورا في حامل التوابل. نفس الكلام اهو بنعيده تاني في الجزء اللي ورا. السقف عبارة عن البلاطات المستطيلة دي هتترصص على مسافات متساوية. وبكده ده شكله النهائي بعد ما جمعنا القطع كلها. فكرته سهلة وبسيطة ومش مكلفة إطلاقا.
ودلوقتي بعد ما شفنا بيتعمل ازاي، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وشكرا لمتابعتكم لحد هنا. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، ولو لسه ما شفتوش الفيديوهات اللي فاتت شوفوها، وتابعونا ان شاء الله عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه. شكرا ليكم، سلام عليكم.